ما تسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة هي عامة أما تدخل في صلب الموضوع اللي نحكوا فيه، هذا القانون التكميلي للميزانية متاع 2013، فهمت؟ لكن نحب نعقب شوية هيك لأن الأمور مش ماشية قد قد، لأنني شفت حالة ولمسير هنا وأكثر واحد تعرفوني سياسيا ضد التركة ما عندي مشكلة، لكن الحالات الأنسية نتأثر معها. أنا شفت واحد جي يا سيد الرئيس هنا من جماعة العفو وعيون الزوز منحوحة في العهد البايت. أنا كسلطة عليا هنا يجيني تونسي عيونه صحيحة نفقصهم له ونعطيه ميزانية تونس كل يقبل يلزم المزايدة والمزايدات. أنا ما ندافع حتى لحد، أما حالة إنسانية ما نجمش نجوزها. يجي راجل يتعثر في سياج فقصين لعنا في الحبس شنو هو جاي تاجر، هاي شكون نفقص له يتوسع عيون الزوز ونعطيه ميزانية تونس كل تقبل يلزم الموضوع هذا. نقطة نرجع نستر. موضوع ثاني، التجارة في المجلس هذا ثم 10 من البرجوازيين السفاج المتوحشه، البرجوازيه المقيطه اللي انا نكرهها، اللي قاعده تتاجر بالام العالم وتاجر بزملائهم. قال لك شنو النايب الزوالي مش لازم يجي للمجلس لان ما عندهاش فلوس باش يجي اصلا، خلي القمه والبرجوا هم اللي يجوا للمجلس. نسيوا هم من الثوره قديم ما مش عارفين، اولاد الحفيانه العريانه عملوا ثوره وجوا لها المجلس، ما زال في بالهم السرقة متاعهم والهم متاعهم، هم اللي يخرجوا في البلاتوات، هم اللي يسيروا في تونس، هم قادة تونس الجديدة. لا يا حبيبي والله 2010 عملنا ثورة يا ناس، فيقوا هاي فيقوا راكم منعسين ياسر. باهي هنا سيد الرئيس انت ممثل تو لحد الان رئاسة المجلس وتوجه للسيد وزير المالية وما هيش تجارة. لا توجه لا ما هيش تجارة، توجه بالسؤال فقط ونرجع. أنا الكلام تقول يا سيد الرئيس يهم زملائي البسطاء الفقراء اللي زي الاخرين اللي تاجروا بآلامي وبآلام زملائي ما يعنوني حتى في شيء. اسمعني جاي المنحة كلتونا عليها وطلعنا سراق قدام الشعب الكل. باهي يا سيدي رانا سراق على كل حال، انا قابلها. قالوا لي الشعب سراق 4 5 اعلاميين وجهوا الرأي العام وقالوا لي سراق قابلها. يا سيد وزير المالية انت قبل ما تسيب البيرو كان خلوك وزير هانك تبقى، كان انت ماشي على روحك امضي الميزانية متاع المنحة السكن متاعها. اني باباي قال لي ما تخلي حد يعدى عليك، لا تتعدى علي انت ولا رئيس حكومتك ولا رئيس المجلس. انتم خرجتوني من المشتل كنت ساكن في النزل مكيف، لكن شفت انكم تدفعوا برشا فلوس على النواب قلنا عيب، ميزانية الدولة ما تسمحش. تاجرتوا بها وعملتوها رنة وغنى. حبيبي اني حد ما يخلي حقي. الشعب الكل اللي حب يعمل حملة انتخابية خذ راحتك اعمل حملة انتخابية. بالله الى خطيتوا خط في الدستور الى ما نقلع الميكرو هذاك كما تعطوني الحق متاعي وحق زملائي العراية القراية، مش البرجوازية اللي قاعدين جاي كهرباء ب 300 مليون وجاي يكذب النواب اني ندور في فلوس. باهي فلوسي تحطها فوق الطاولة والله لخطيته خط في الدستور، والله الميكرو بتاعك يا رئيس لم يتقلع. باهي هذا يمين وهذا تشوف ايش نعمل لك. شنو ولات محاضرة سي قصاص؟ ماك تكلمت اعطيناك الكلمة، خذيت وقت أكثر من التدخلات تاع الناس الكل.